ناس كانوا بيقولوا ان انا ايدت ان زكريا محي الدين يجي رئيس جمهوريه. مش صحيح، لانه عشان تجيبي زكريا محي الدين كان لازم تطلعي بره الدائره الموجوده داخل السلطه وتروحي تجيبي حد تاني من بره، وده يفتح الباب لمجالات كتير قوي. اذا انت كان لابد انك تاخدي حد من الناس اللي جوه. اذا قلتي هتاخدي حد من الناس اللي جوه، يبقى انا بعتقد انه انور السادات شخصيه غير حاده. الباقيين كلهم يقبلوا، ممكن أوي يقبلوا التعاون معاه ولو لفترة انتقالية. وانا بعتقد ان الراجل عشان ابقى راجل امين معاه في هذه الفترة الانتقالية، انا بعتقد ان الراجل حاول كل ما في وسعه، وبعتقد انه نجح. انا بعتقد انه انور السادات، وانا في هذا بعتقد انه منصف لبلدي مش لانور السادات، بعتقد انه انور السادات كان اصلح شخص في هذا الظرف يجي ويترك لاخرين جنبه مجال انهم يعملوا. وبالتالي انور السادات قبل مني ان يرشح حد زي الدكتور فوزي رئيس وزراء، قبل انه يبقى في مدني يجي، وقبل وبعدين مع قوة متزايدة نواب رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وحاول قدر ما يستطيع مع الجهاز القديم اللي كان مع الرئيس عبد الناصر. لكن الراجل بذل وبعدين ادى اولويه للقوات المسلحه وساب القوات المسلحه. وقتها كان في عبد المنعم رياض، كان في سعد الشاذلي، وكان في صادق، وكان في وفوزي وكده، فريق فوزي. واظن انه لم يقترب من القوات المسلحه، ما حاولش يعمل اي حاجه. القوات المسلحه كانت بتشتغل بقوه الدفع الموجوده، وكملت تشتغل بقوه الدفع الموجوده. وبعتقد انه ادى دوره في هذه المرحله الانتقاليه، واعتقد انه اداه بامتياز.